السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البارح عطيتكم السؤال الاول اللي كيتحط في مكون النصوص اللغة العربية في الامتحان الجهوي. في هذا الفيديو هذا بغيت ندير لكم السؤال الثاني، ولكن قبل ما نبدا بغيت نبارطاجي معكم واحد المشكل اللي كيكون عندي في هذه الفيديوهات. انا ما عرفتش علاش كنصور الفيديو كيكون عندي واضح بزاف ومزيان، وملي كنلوحو في الجروب ما كيبقاش يبان مزيان وكيولي عندكم ما واضحش وكتقولوا ما كيبانش. ما عرفتش السبب، ولكن على العموم انا راه كنقرا الجمل على هذا الشيء، يعني حتى اللي ما كيبانش ليه الفيديو ياخذ معايا ستيل وورقه ونقل معايا هاد الاسئله والاجوبه. اذا على بركه الله، البارح السؤال الاول كان كيتعلق بعلاقه العنوان بالنص والفقره. السؤال الثاني كيختلف. السؤال الثاني عنده 3 ديال الصيغ، صيغتان كيتعلقوا بالنص التقريري وصيغه كتعلق بالنص الشعري. الصيغه الاولى ديال النص التقريري: حدد القضيه المحوريه التي يطرحها النص. الصيغه الثانيه: حدد الفكره العامه، او لا كيقول لك الفكره الرئيسيه، يعني الفكره العامه هي الفكره الرئيسيه التي يطرحها النص. الصيغه الثالثه اللي كتعلق بالنص الشعري: حدد المضمون العام الذي يطرحه النص. الصيغه الاولى والثانيه كتلاحظوا في الصيغه الثانيه كاينه الفكره العامه او الفكره الرئيسيه، وفي الصيغه الاولى كاينه القضيه والفكره العامه كيختلفوا من واحد الناحيه. ابار النص الشعري في الصيغه الثالثه. نمشيو حنا للقضيه. اذا كيفاش كنجاوبوا على القضيه؟ اول حاجه الا طلبوا منا نحددوا قضيه كنمشيو نيشان للعنوان، كنمشيو كنقراو العنوان غادي نلقاو فيه القضيه اللي كيطرح النص. غتلقاو العنوان مثلا سميتو التنميه، التواصل، معيقات التواصل، تحديات الحداثه مثلا. اذا القضيه اللي كيطرحها هنا هي الحداثه. جبد لينا التواصل كيطرح التواصل، جبد لينا الاجتماع كيطرح الاجتماع. اذا هنا كنمشيو نيشان للعنوان. القضيه، عند القضيه نلجأ مباشره للعنوان. كنقولوا باش نديرو، يعني باش نصوغوا جمله نبينوا فيها القضيه، كنخدموا افعال مضارعه او لا المصادر ديالها. مثلا يتحدث، يبرز، يوضح، يميز، يبين، يعالج، يعرف، يكشف. او لا المصادر ديالها: تحدث، ابراز، توضيح، تمييز، بيان او تبيين، معالجه، تعريف، كشف. كنخدموا الافعال المضارعه والمصادر ديالها، يا اما افعال مضارعه يا اما المصادر ديالها باش نجبدوا القضيه. في طريقه الجواب كنقولوا مثلا: يطرح الكاتب قضيه كذا، يعني التنميه مثلا. مبرزا، ها هو المصدر، انواعها، موضحا خصائصها، وكاشفا حلولها. هنا كنخدموا المصادر. اولا نقولوا: يطرح الكاتب قضيه التنميه ويبرز انواعها ويوضح خصائصها ثم يكشف حلولها. اذا هنا فين كنخدموا دوك الافعال المضارعه وفي المصادر ديالها. بالنسبه للفكره العامه، كيخصك تقرا النص، كتقرا النص كله. ملي كتقرا النص كله كتعرفوا علاش كيهضر، كتعرف الفكره اللي باغي يوصل لك، فهمها بالدارجه هكا، فكر مع راسك غتفهم الفكره ومن بعد عبر عليها. غيبان لك من النص مثلا كيطرح واحد الفكره مثلا ديال مثلا كيهضر على التنميه، كيبين الانواع ديالها، كيبين العوائق اللي كتعرض لها او المعيقات، وكيبين مثلا الخصائص ديالها الى اخره، وغتعبر نتا على هذه الفكره. يعرف الكاتب مفهوم التنميه كما يميز انواعها ويوضح العوائق التي تحول دون تحقيقها الى اخره. يعني حتى هذه كما كتشوفوا راه سهله، القضيه دغيا تجبدها والفكره العامه حتى هي سهله. بالنسبه للنص الشعري: حدد المضمون العام الذي يطرحه النص. راه نفس الطريقه، المضمون العام راه هي الفكره العامه. تا هو كتقرا النص الشعري كله كتعرف الكاتب او الشاعر ان صح التعبير شنو بغى يوصل لك، كتعبر على هذه الفكره هذه. غير ما تنساوش هذه القضيه هذه كنشير ليها. اذا كان عندك نص شعري كنقولوا يبين الشاعر بالطول على البال. النص العادي النثري راه كنقولوا الكاتب.